أولى البشارات من أرض حوران، من مدينة الشيخ مسكين، أرض الملاحم التي قلعت رؤوس هؤلاء الروافض المشركين، والتي وقفت وصمدت بسواعد أبنائها الرجال المخلصين الذين خرجوا لله وخرجوا في سبيل الله. أبو دجانة، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أبو عمر، حياك الله يا أبو دجانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى المجاهدين الأبطال الصناديد الثابتين الراسخين رسوخ الجبال على ساحات وثر الشيخ مسكين. أخي أبو عمر، لابد أن نستعرض عبر شاشتكم الكريمة بعض انتصارات الإخوة المجاهدين اليوم على ثر الشيخ مسكين في محاولة يائسة وبغطاء جوي روسي. قامت صبيحة اليوم الطائرات الروسية بدك الشيخ مسكين بضربات عنيفة، ولكن لم تزعزع همم المجاهدين. أخي أبو عمر، قاموا باستهداف مدينة الشيخ مسكين بأكثر من 56 غارة من الطيران الروسي المحتل، ولكن المجاهدين أثبتوا اليوم أسطورة جديدة وملحمة عظمى، إنها معركة أهل النقوة، إنها اسم على مسمى، فلم يخرج لهذه المعركة إلا من يحمل في قلبه الإيمان مفعما به. أخي أبو عمر، ففي صبيحة اليوم حاولت الميليشيات الرافضية الشيعة والشيوعية بالطيران الروسي التقدم من 3 محاور على ثرى الشيخ مسكين. المحور الأول جبهة اللواء 82 في الناحية الشمالية من البلدة، المحور الثاني كان باتجاه الدوار، والمحور الثالث كان باتجاه كتيبة نيران. أخي أبو عمر، ولكن المجاهدين كانوا لهم بالمرصاد، فدمروا بعض دباباتهم وقتلوا العشرات، ولا تزال جثثهم تملأ شوارع الشيخ مسكين، حيث تقدم جنود الأسد الكلب الخنزير نحو المدرسة المتواجدة بالقرب من الدوار على بعد 300 متر، ولكن مجاهدين الأشاوس أخي أبو عمر كانوا لهم بالمرصاد، فصدوا محاولة اقتحامهم وأردوا منهم العشرات قتلى، ولا تزال جثثهم غير مستطيعين سحبها، وذلك بسبب وجود أبطالنا المرابطين على الثغور. أخي أبو عمر، اليوم بكت صواريخ المجاهدين كلا من إزرع وجرفة ونامر، ونحن نطالب بالمزيد في تركيز القصف نحو إزرع، القصف نحو إزرع، فوالله إنهم يعلمون كما تعلمون، وإنهم يرجون وأنكم ترجون من الله ما لا يرجون. إن هؤلاء عبيد الأسد قد لقنوا اليوم درسا لن ينسوه على ثرى الشيخ مسكين. وأخي أبو عمر، اسمح لي عبر شاشتكم الكريمة أن أوجه بالاسم تحية لأبطال حق لهم والله أن نقتل جباههم وأيديهم. تحية للأخ البطل المجاهد أبو علي جرفة، وتحية للأخ البطل المجاهد أبو خطاب الشيخ مسكين الذي ما زال منذ أول يوم في معركة الشيخ مسكين مرابطا على نفس الثغر، وتحية للأخ المجاهد أبو خالد، وتحية للأخ المجاهد أبو أسامة الشيخ مسكين، وتحية لبقية الأخوة المجاهدين أبو عبد الله الشيخ مسكين. وأحيي عبر شاشتكم الشبل أبو زيد الزعيم الذي يبلغ من العمر أخي أبو عمر 13 عاما، والله كلما هممنا بالخروج نحو الشيخ مسكين تجده يتقدم الصفوف، نطالبه بالرجوع ولكنه يرفض الرجوع. ولقد أصدر تسجيلا صوتيا باسمه يناشد القواعد من الرجال الذين يقعدون مقاعد النساء أن يهربوا باتجاه الشيخ مسكين، وأن لا يتوالوا عن نصرة الشيخ مسكين. وفي الشيخ مسكين هناك رجال صادقين مرابطين صامدين. أخي أبو عمر، أوجه تحية لكل المجاهدين بدون استثناء، ولكن أحببت أن أذكر هؤلاء الإخوة لأن اليوم دبابات الأسد أصبحت رمادا على أيدي هؤلاء الإخوة وعلى أيدي هذه الكلمة الطيبة المباركة التي رفضت أن تذهب لتستريح. ويا عبيد الأسد، بارك الله فيك أخي الحبيب أبو دجانة ابن حوران، شكرا لك.
يبدو فقدنا